فيلمنا بيبدأ مع زوي هي وتود والدها اللي بيصطادوا في الغابة، وبتكون في أول الدروس ليها عشان تقدر تضرب نار وتقتل غزال واقف قدامها وبتضربه بالرصاص لكن مش بيموت. فبيقول لها والدها إنه ما كانش بيتمنى يواجهوا موقف كده في بداية تعليمهم، وإن دلوقتي الحيوان بيتعذب بسبب الرصاصة اللي في جسمه، كمان شوية رئتيه هيتملوا بالدم ويتخنق، وبيكون خايف على شعور بنته وعايزة تقتل الحيوان بإيديها. فبيلاقي بنته رايحة تجيب طوبة كبيرة وبتنزل بيها على راس الغزال وبتموته عشان ترحمه من العذاب اللي هو فيه، وما بيكونش عنده رد على اللي عملته، وبينقلوا الغزال سوا للعربية وبيوصلوا البيت. وبتوصل زوي وبتتكلم مع مامتها على انها هتروح الحفله بتاعت المدرسه لوحدها، واول ما والدها بيجي جنبها بتختفي امها من الوجود، لانها بتكون عباره عن وهم جوه راس زوي مش اكتر، لان امها ماتت وسابتهم من فتره، ودي حاجه هما الاتنين مش عارفين يعدوا منها. وبيطلب طول من بنته قبل ما تروح مدرستها انها تبقى تجيب لها موبايل، لانها الوحيده اللي في جيلها اللي مش معاها موبايل. وبتخرج زوي من بيتها عشان تركب مع زميلها لويس وبيتحركوا على المدرسه، وكالعاده بيقابلوا زمايلهم وبيرخموا عليهم بالعربيه بتاعتهم، فبيركنوا على جنب لحد ما هما يعدوا. وساعتها زوي بتاخد بالها ان زميلها كريس موجود في مكان لوحده ومعاه جردل كبير ومش بيبقى واضح هو بيعمل ايه، وبيبقى كريس راكب عربيه تريستن زميله ومش بيهتموا باللي بيحصل قدامهم، وبيكملوا طريقهم على المدرسه. وبيكون لويس عايز زوي تروح على الخزنه بتاعتها الاول عشان تشوف حاجه فيها، لكنها مش بتهتم وبتقول انها تروح للفصل بتاعها، وبيبقى عندها حصه في المعمل مع مدرستها، وبتبقى بتشرح ان لو الهواء اتحد مع النار في وجود هيدروجين هينتج نار قويه. وبعد ما الحصه بتخلص بتروح زوي على الخزنه بتاعتها وبتلاقي ان لويس مزينها عشان يطلب منها انها تروح مع حفله التخرج، وساعتها بتتضايق ان صديقها بيطلب منها حاجه زي كده ووالدتها لسه متوفيه. وفي نفس الوقت يكون الجردل اللي سابه كريس بينفجر لوحده بسبب تفاعل مواد جواه ومش بيتفهم السبب. وبعدها بيظهر طالب اسمه كيب بيروح على مكتب الاداره ويسيب شنطته هناك وبيمشي بعيد عنها، وبتبقى استراحه الطلبه بدات، كلهم قاعدين بياكلوا في قاعه الاكل. بيحاول لويس انه يشرح لزوي قصده انه يخرج معاها في الحفله عشان عايزها تستمتع بوقتها شويه، لكنه بيغلط وبيوقع عليها العصير، فبتقوم للحمام عشان تغسل الجاكيت بتاعها. وساعتها بتظهر عربيه تريستن وبتدخل في قاعه المدرسه نفسها، وبيخرج منها تريستن وكريس ومعاهم اسلحه وبيقتلوا اي حد بيقف قدامهم. وبتحاول بنت انها تهرب من قاعه الاكل فبيقتلها كيب بالمسدس اللي معاه، وبتقدر البنت انها تروح ناحيه الحمام اللي فيه زوي وبتشوفها قدامها وهي بتموت، وبتطلع من الحمام عشان تشوف اللي بيحصل وتعرف ان في طلبه مسلحين مسيطرين على القاعه اللي فيها. وبيسمح تريستن لكل الموجودين انهم يتصلوا باهاليهم عشان يودعوهم وبالمره يبلغوا الشرطه عن اللي حصل كمان. وبيروح كيب عشان يدور لو في حد في الحمامات، فبتستخبى زوي في السقف وبتمشي فوق فتحات التهويه لحد ما بتوصل للمطبخ، تقع من السقف على ترابيزه المطبخ. وساعتها بيروح كريس عشان يدور على سبب للدوشه دي، واما بيشوف قدامه الطباخه بيقتلها وبيفتكر انها سبب الدوشه، وبيرجع لباقي عصابته من تاني. وبيكون تريستن عايز اللي يحصل يوصل لكل الناس، فبيتصل باداره المدرسه وبيبلغهم انهم استولوا على القاعه اللي فيها ويستحسن يتصلوا بالشرطه، وبيخلي باقي الطلبه يعملوا بث مباشر ليه من خلال موبايلاتهم عشان الكل يشوفهم. وبتبقى ساعتها زوي قدرت انها تهرب من المدرسه، لكن قبل ما تبعد عنها بتقرر انها لازم تحذر كل اللي موجودين في المدرسه انهم يخرجوا منها فورا لان في سطح مسلح عليها. وبتقابل صاحبتها وبتخليها تساعدها في تحذير باقي الطلبه، وبيكون تريستن في القاعه وبيتكلم عن السبب اللي وصله لكده، وبيلاقي ان الاخصائي الاجتماعي الخاص بالمدرسه داخل عليه القاعه على اساس انه يقنعه يرجع عن اللي بيعمله هو وزمايله. فبيقولوا تريستن انه جاله مرتين الاسبوع اللي فات عشان يتكلم معاه وهو ما كانش فاضيله، وهدده بالطرد من المدرسه كمان وجزاؤه هيبقى الموت، وبيضربه رصاص على الاخصائي الاجتماعي وبيموت. وبعدها بيسال تريستن كل الطلبه عن اللي عنده فوق ال50 مشاهد في البث المباشر بتاعه، فكلهم بيرفعوا ايدهم، وبيعرف بعدها ان اكتر واحد عنده مشاهدين هو لويس لان عنده فوق ال1000 مشاهد دلوقتي، وبيخليه هو الوحيد اللي بيصوره عشان عدد مشاهدينه كتير. وبتبقى زوي بتحاول انها تحذر كل اللي في المدرسه، فبتشغل جهاز انذار عشان تنبه كل المدرسه، واما بيسمعوا تريستن بيطلب من حبيبته انا انها توقف الانذار فورا، وبتدمر جهاز الانذار بعد ما بتقتل فرد الامن. فاول ما الانذار بيقف كل الطلبه بيرجعوا من تاني لفصولهم عادي، وبتجري سكرتيره المدير عشان تتكلم في مايك المدرسه انهم بيواجهوا سطو مسلح ولازم يطبقوا بروتوكول الاغلاق التام للمدرسه، واللي بينص على ان كل الطلبه يفضلوا في اماكنهم ويبعدوا عن الشبابيك ويقفلوا الابواب عليهم. وبكده بيكون تريستن نجح في خطته انه يخلي كل الطلبه في المدرسه وما يخرجوش منها، وبعدها بيفجر القنبله الموجوده في مكتب المدير وبيقتل كل اللي فيه عشان محدش يقدر انه يلغي البروتوكول. وبتبقى زوي هي الوحيده اللي حره في المدرسه وبتعدي على الفصول عشان تحذرهم من اللي بيحصل لهم انهم لازم يهربوا من الشبابيك بسرعه. واثناء كلامها بيتضرب على رجليها رصاصه من انا، فبتحاول انها تهرب منها وبتدخل اوضه مليانه بلالين وبتستخبى وسطهم عشان انا ما تشوفهاش، واول ما بتقرب منها نط على ايدها عشان تاخد منها المسدس وبتقدر زوي انها تقتلها بيه. وفي نفس الوقت بتكون الاخبار عن المدرسه في كل القنوات وبيبقوا بيذيعوا البث المباشر بتاع لويس، وبيكون تريستن مبسوط بالشهره اللي بقى فيها. وما كريس بيلاقي الشرطه بتتجهز عشان تدخل بيفضل يضرب نار بشكل عشوائي عليهم عشان ما يفكروش في الاقتحام، وبيحاول تريستن انه يهديه وبيطمنه ان مفيش حد هيقدر يدخل المدرسه لان لو في حد دخل هيقتله واحد من الطلبه فورا. وبيفضل تريستن ينادي على انا في اللاسلكي اللي معاه عشان ترد عليه ويعرف مكانها، واما ما بتردش بيطلب من اخوها كيب انه يروح يدور عليها فورا. وبتبقى زوي ماشيه ورا كيب عشان تضربه
وبتضربه بالعصايه اللي في ايدها، لكن موبايل انا اللي معاها بيرن، وبياخد كيب باله منها وبيحاول انه يضرب عليها رصاص بالسلاح اللي معاه، تهرب منه لحد ما بتوصل لسلم بيكون لسه بيدهن، واول ما كيب بينزل عليه بيتزحلق وبيقع منه سلاحه، وبتكون زوي مستنيه بطفايه الحريق وبتضربه بيها عشان يغمى عليه، وبتقدر انها تكتفه بكلبشات فرد الامن اللي خدتها منه، وتقعد جنب كيب عشان ترتاح. وساعتها والدتها بتظهر لها من تاني وبتقول لها ان ارادتها بتزيد مع الوقت ولازم تتمسك بالحياه اكتر من كده وما تموتش زي ما هي ماتت، وانها ماتت في الحقيقه مره واحده بس، انما في عقل زوي ماتت اكتر من مره طول ما هي عايشه ومفتقداها بالشكل ده، ولازم تعيش حياتها عشان هي ترتاح في موتها. وبيفوق كيب ساعتها وبيقول لها ان هي كمان بتسمع اصوات وبتخليها تتصرف على اساسها، فبتقول له زوي ان هي على الاقل مفتقده والدتها، انما هم كلهم ما لهمش اي عذر لقتل حد ولا هيبقى ليهم. فبيقول لها انها ما حستش بالتنمر اللي كان بيتعرض له من صغره، وان ما حدش كان بيعامله كويس، والضحك عليه كان من كل ناحيه ومن كل طالب، حتى المدرسين نفسهم كانوا بيضحكوا عليهم، وانه مظلوم وضحيه التنمر وليه الحق يعمل اللي عايزه. فبتقول له زوي ان الضحك اللي حواليه كان ممكن يكون سبب ان الطلبه مبسوطين او فرحانين فبيضحكوا، والمدرسين ما كانوش في بالهم ان ضحكتهم هو هياخدها بحساسيه، وهو الموضوع ملوش اي علاقه بيه. وحتى لو في قله تنمروا عليه، ايه ذنب باقي الطلبه وايه ذنب البنت اللي ماتت بين ايديها في الحمام بدون ما تكون غلطت في حقه؟ وحتى لو غلطت ليه يبقى عقابها الموت؟ وبتسيبه وبتمشي، وبتلاقي قدامها مدرستها ومعاها طلاب مش عارفين يتحركوا في المدرسه لانهم خايفين، فبتتصل زوي بصاحبتها وبتقول لها تديها المأمور، وبتبلغوا ان في طلبه عايزين يهربوا من المدرسه، لكن لو طلعوا ساعتها كاميرات التلفزيون هتصورهم وهيعرف تريستن انهم بيهربوا، فبيأمر المأمور ان الكاميرات ما تصورش المدرسه لحد ما الطلبه يهربوا منها. وبيفضل زوي والمدرسه عشان يحاولوا يهربوا اكبر عدد من الطلبه، وبيبقى المأمور بيتكلم مع تريستن عشان يلهيه وما يخلوش ياخد باله من الطلبه اللي بتهرب من مدرسته، لحد ما بيكون في قناه اخبار بتسرب خبر هروب الطلبه من المدرسه، وبيقول للمأمور انه كشف اللعبه بتاعته وجه وقت ان هو اللي يتصرف بقى. وبيفضل ينادي على كيب وانا اصحابه في اللاسلكي لكن ما حدش فيهم بيرد، فبيقول ان لو في حد سامعه يرد عليه والا هيتصرف هو من نفسه، وساعتها التصرف مش هيبقى كويس. فبترد زوي عليه وبتقول له ان انا ميته وكيب بيتمنى الموت لكنه لسه عايش، فبيقول لها تريستن انها تستاهل تتعاقب لانها لعبت في خطته، عشان كده هتيجي قدامه دلوقتي وتعتذر له وتتحايل عليه انه يسامحها وتجيب معاها كيب كمان، والا هيقتل حد من الطلبه كل 5 دقايق لو هي ما جاتش، وساعتها ذنب الطلبه هيبقى في رقبتها هي، والتوقيت هيبدا حالا، وبيقتل اول واحده قدامه. فبتجري زوي على مكان كيب وبتفكه وبتقول له انه ممكن يصلح اللي عمله ويبقى المنقذ للمدرسه كلها، وبدل ما يبقى ضحيه يبقى بطل، وبتفكه عشان يروح بسرعه على تريستن قبل ما يقتل حد تاني، وتروح له القاعه فورا. وبيبقى تود موجود بره المدرسه وقدر انه يقرب منها ومعاه سلاحه، وبيتمركز في مكان معين وبيقدر انه يشوف بنته وتريستن، لكن الرؤيه مش بتكون واضحه فمش بيقدر انه يضرب عليهم، وبيكون تريستن عايز يقتلها باي شكل لانها قتلت انا، وبيقولها تريستن انها هتموت لكن مش دلوقتي. واثناء كلامهم بيدخل عليهم كيب وبيامرهم انهم يرموا السلاح اللي في ايدهم لان خطتهم فشلت ومش هيسمح لهم انهم يقتلوا حد تاني، لكن تريستن مش بيقدر يتحكم في اعصابه وبيضرب نار على كيب بشكل عشوائي، وبتيجي رصاصه في تريستن وبعدها بيتقتل كيب وبيقع على الارض. وفي وسط الدوشه بيقدر زوي ولويس انهم يهربوا من المكان بسرعه، لكن لويس بيقع على الارض بعد شويه لان هو كمان اتصاب، وبيدخلوا على اقرب اوضه عشان لويس ينام فيها ويشوف مدى الجرح اللي اتصاب بيه، وبتسيبه يرتاح فيها وبتحاول انها تجذب انتباه كريس ناحيتها عشان يبعد عن لويس، وبتدخل تستخبى في معمل المدرسه، وبيفضل كريس يدور عليها لحد ما بتطلق على وشه ماده كيميائيه وبتحاول تهرب منه، لكنه بيمسكها وبيرميها ناحيه شباك المعمل، وبيجيب سلاحه من تاني عشان يقتلها. وقبل ما يقتلها بيكون تود ابو زوي حدد مكانه وبيضرب عليه طلقه بتيجي في راسه وبيقع في الارض فورا، وبتعرف زوي ان والدها هو اللي ساعدها اما بتشوف الشرطه بتقبض عليه لانها حددت مكانه بسبب صوت طلقه الرصاص. وبترجع من تاني للموبايل بتاع لويس وبتتكلم مع تريستن من خلاله وبتقول له ان من سخريه القدر ان مفيش حد هيفتكره نهائي، الكل هيفتكرها هي وبس. وبيقرر تريستن انه ينفذ اخر خطوه في الخطه بتاعته وهي تدمير المدرسه بالمواد الكيميائيه الموجوده في العربيه بتاعته، وبياخد اول قنبله وبينقلها من القاعه، وبتبقى زوي مراقباه فبتروح هي فورا على القاعه وبتخلي الكل يهرب منها قبل ما تريستن يرجع من تاني، وبتلاقي ان القنبله اللي في العربيه قربت تنفجر ولسه في ناس في القاعه، فبترجع العربيه لبره عشان تخرج من المدرسه خالص وبتنفجر بره في جراج المدرسه، وبتدخل قوات الشرطه المدرسيه وبيلاقوا ان في انفجار تاني حصل وكان سبب موت تريستن وحرقه جثته تماما، وبتخرج من المدرسه بسلام هي وزمايلها، وبتروح لوالدها وبتشكره على اللي عمله وبتتاسف له على كلامها معاه، وساعتها بتاخد بالها من تريستن وهو بيهرب من وسط الطلبه كلهم وان اللي مات ده واحد من الطلبه، وبتسال والدها على مكان بندقيته فبيقول لها انها موجوده في عربيه الشرطه اللي وراها، فبتقدر تاخدها وبتمشي ورا تريستن لحد ما بتقف زي ما والدها علمها وبتضربه بالرصاص وبتقدر انها تصيبه، واما بتروح له بتقوله ان الحيوان احيانا من الافضل يتساب يتعذب لحد ما يموت، وبتسيبه يموت وكل القوات بتتوجه ناحيته.